السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من الكرة والتاريخ. النهاردة هنتكلم على مقابلة الكابتن حلمي طولان مع الكابتن مدحت شنبي. والله أنا مستغرب من الكلام اللي اتقال ده، يعني ده معناه إن البلد فيها فساد كبير، يعني حتى في الكورة. يعني أنا مش عارف أقول إيه. حتى في الكورة كله بيرمي المسؤولية على التاني. كابتن حلمي طولان يقول لك احمد دياب ده نازل بالباراشوت. يعني ده ما سمعناش عنه في الكوره اصلا، ولا نعرف طلع لنا منين، ده نانو داهيه. يقول لك اللي نازل بالباراشوت ده ما رضاش يأجل ماتشين في الدوري عشان مصلحه مصر. تخيلوا، بص العند، يعني من الدرجات دي مصلحه مصر في الارض. يعني محدش يهمه مصلحه مصر. ده انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ده الشعب المصري ممكن يقعد 3 4 ايام ما ياكلش، بس يشوف بلده واخده كاس افريقيا، كاس العرب. يعني بص كميه الفرحه. انا افتكر سنه 1990 لما وصلنا كاس العالم، انا كنت لسه عيل صغير، يعني طفل، واخويا كان اكبر مني شويه، واختي اكبر مني شويه. عايز اقول لك كميه الفرحه في الشعب المصري. اخويا واصحابه كانوا متجمعين عندنا في البيت بنتفرجوا على الماتش. اقسم بالله كنا هننط من البلكونه من كميه الفرحه، مع ان احنا يعني حالتنا كانت بسيطه، ويعني فاهم. يعني مش عيب ولا غلط، قاعدين في شقه 60 متر، بنتين سوري انا اسف، ولدين وبت، بس كنا عايشين من الفرحه. يعني عايز اقول لحضراتكم كنا مبسوطين جدا. اهم حاجه تبقى بلدنا كويسه، نفرحوا. يعني فاهم انت، حاجه بسيطه تفرحنا. الكوره بتفرحنا، الكوره بتجمعنا مع بعض. شوف النهارده اسم بس ملوش اي لازمه، ملوش اي لازمه في الدنيا. يقول لك المهندس هاني ابو ريده مش قادر ياخد قرارات. مش طب انت مهندس على اساس ايه؟ وماسك اتحاد الكوره على اساس ايه؟ طالما انت كده ما بتعرفش تتصرف وتضرب بيب من الحديد. ولا الوزير ده كمان، ازاي يا سياده الوزير تسيب اسم مصر كده؟ ازاي هو فساد في كل حته، حتى في الكوره الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا. ده انتوا منعتوا الجماهير من دخول الملاعب عشان تعملوا تذكرتي ومش تذكرتي وي. دي كانت زمان الجماهير شكلها جميل، المدرجات كلها مليانه كده، الجماهير شكلها جميله. ايه اللي بيحصل ده؟ حتى الكوره الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في البلد دي. يقول لك مفيش تنسيق ما بين المنتخبات. يقول لك الكابتن محمود صالح، ولا ما اعرفش اسمه ايه، صالح ده، يقول لك اصل مش كان قاعد وهو اللي رشحني. ده الكابتن صالح دلوقتي بيتلون. كله بيضرب في بعضه. والكابتن صالح يطلع في برنامج تاني يقول لك ده الكابتن حلمي طولان ما كانش عايز ياخد احمد حسن ولا عصام الحضري. ما تعرفش مين السيد ومين الكذاب، كلها كوسه في كوسه، وفي الاخر اسم مصر في الارض. هو ده اللي بيحصل في الاخر، اسم مصر في الارض. وبعدين يقول لك مفيش تنسيق مع كابتن حسام حسن ومش عارف ايه، عشان كان في ماتش سموحه والمصري. بس الكلام ده حصل فعلا. يعني الماتش ده انا اتفرجت عليه فعلا، اللي الكابتن حسام حسن قال ادبه على الكابتن حلمي طولان وشتمه بالام والاب. حصل الكلام ده، احنا كنا قاعدين بنتفرجوا على الماتش في المدرجات. قله ادب. بس هتقول ايه؟ مع ان انا من يعني من الناس اللي هم ايدوا ان الكابتن حسام حسن يمسك المنتخب. بس مشكله الكابتن حسام في لسانه، طول عمره في لسانه. عارف ده لو يبطل الشتيمه وي ويركز بس في شغله كمدرب، هيبقى في حته تانية. لسانه ما بيعرفش يمسك لسانه. طب ازاي ده ما هو هتمشوا الدنيا ازاي؟ واحد شتم مدرب المنتخب التاني، هيتوفقوا مع بعض ازاي؟ لا طز بقى، ما يبقوا شايلين من بعض واسم مصر ينزل في الارض.
كل ده عشان مصالح شخصيه. طب فين بقى رئيس الاتحاد بقى اللي ماسك الاتحاد ده بقى؟ فينه بقى من كل ده؟ وفين الوزير من كل ده؟ ده بقول لك ده احنا بنسوي له ملاعب يا راجل، يعني بنسوي له ملاعب عشان يعملوا عليها تدريبات المنتخب. يا اخي صلي على النبي، كرهتونا في الكوره وكرهتونا في كل حاجه، ولله الامر من قبل ومن بعد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.